كلام بنقوله وبنأكد عليه كل شوية، ويا رب إن شاء الله يجيب حقه. فخلينا نسمع اللقاء مع المستشار مجدي الأدوش ونرجع تاني. طبعا احنا معانا المستشار مجدي الأدوش المحامي، بنرحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا وسهلا استاذ عبد الرحمن، ويا اهلا وسهلا بيك وبجمهورك المحترم الكريم. يعني اهلا بيك. والحقيقه مجهود يذكر ويشكر في قضيه الدكتور ولاء زايد، ومتجمعين مره تانية في قضيه الدكتور ولاء زايد. والحقيقه دايما الجمهور المحترم مهتم بالقضيه ومهتم بكل جديد في القضيه. عشان كده النهارده حضرتك موجود معانا. عايزين نتكلم في ايه اللي بيحصل في القضيه، وكلها ايام. احنا بنتكلم الجلسه اللي جايه يوم 18 صح كده؟ بالظبط 18 ديسمبر. فعايزين نعرف من حضرتك ايه الجديد، ايه اللي حصل. شفنا بعض المذكرات ظهرت من المحاميين، يعني احنا كنا على سفر وكنت على تواصل مع حضرتك، دايما بنتابع الجديد في القضيه. فعايزين نعرف رايك وايه اللي بيحصل خلال الساعات الاخيره في قضيه الدكتور ولاء زايد. الاول الحمد لله على السلامه، ونورت ارض مصر، وشرف لينا ان حضرتك تمثل مصر في المؤتمر. يعني حضرتك بتسأل في جزئية محددة اللي هي موضوع المذكرة اللي اداها المستشار نشأت لبعض المنصات الإعلامية. يعني المذكرة لما اتقرت وحسينا فيها بخطورة كبيرة جدا استاذ عبد الرحمن. الخطورة مش في التصور. مجدي، عايزين نعرف مذكرة ايه تحديدا عشان الناس برضو اللي ما تعرفش تكون عارفة ايه المذكرة وظهرت ازاي. مذكرة طلبات كان قال المستشار نشأت ان هو قدمها للمحكمة في اول جلسة. المذكرة دي عبارة عن اي محامي بيقدم مذكرة سواء بدفاعه او بطلباته. طبعا مذكرة الدفاع دي تبقى بالمتهمين، لان من كلمة دفاع يعني بدفع القضية عني يعني. اما بالنسبة للمجني عليهم او المدعين بالحقوق المدنية بتبقى اسمها مذكرة طلبات. والله انا عايز المحكمة تحقق لي طلباتي 1 2 3، يعني عايز اناقش الطب الشرعي، عايز شهود، عايز متهمين، عايز تحريات مباحث، عايز كده يعني. فهي على اعتبار ان هو يثبت. اتفضل. يعني شغل كده. انا اسف عشان بس انا هسيب حضرتك في الموضوع، بس انا عشان مش فاهم النقطه دي. الشغل قبل كده كان بيتقال ان هو سري وما ينفعش حاجه تطلع وممنوع النشر ومقاطعه وسائل الاعلام. ليه اصلا يعني فريق الدفاع الخاص بالدكتور ولاء زايد نزل مذكره؟ المفروض ان هو ده الشغل اللي انا فهمته اللي هيتعرض في الجلسه اللي جايه، صح كده؟ ولا المذكره طلبتها؟ لا، دي اللي اتقدمت في الجلسه اللي فاتت. اتقدمت في الجلسه اللي فاتت. طب ليه ظهرت دلوقتي؟ على اعتبار ان هو يقول للراي العام دلوقتي. هو حضرتك طبعا المذكره دي تخيل كان احنا اثناء اللقاء مع المستشار نشأت وفريق الدفاع كانت سر علينا احنا شخصيا. يعني ما كانش مسموح لنا نشوفها ولا الكلام ده، وكانوا طبعا مخبيين وعاملين يعني زي تكتيم اعلامي يعني. وطبعا حضرتك شفت التصريحات ان احنا مالناش دعوه بالميديا ومالناش دعوه بالاعلام وان احنا بنشتغل في صمت والكلام ده كله. المذكره دي ظهرت لما الراي العام بدا يقول ان مفيش حاجه ظاهره لينا، انتوا ما عملتوش حاجه، ان كانت الشهود كان بناء على المحكمه وبقيه الطلبات كانت بناء على طلبات محامي المتهمين. فهو بيقول لا، يعني هو بيرد علينا فيها، وللاسف يا ريته ما طلعها يعني. فبيرد علينا فيها بيقول لا، احنا اول جلسه طلبنا لجنه خماسيه، في اول جلسه ادعينا مدني وعلينا الدعوه المدنيه من 100,000 واحد ل 500,000 واحد. بيقول لنا ان هو كان من ضمن طلباته ان الدكتور ولاء زايد يعني غير هدومه او اتغيرت هدومه 3 مرات. وراح اداها للمنصات الإعلامية وتخلى عن حذره تماما، على اعتبار ان المنصات الإعلامية تقرأها علينا يعني المفروض مذكرة زي دي مذكرة قانونية فيها بعض المصطلحات القانونية، فيها تفنيد لطلباتك، تمام، عشان ما حدش يجتزئها من سياقها، او ما حدش يعني ما عندوش خلفية قانونية يقرأ المذكرة ديت. فكان المفروض حاجة من الاتنين، يا تطلع حضرتك تقولها على الرأي العام عشان نبقى فاهمين، يا إمة حد من المحامين بتاعك يطلع على المنصة دي ويعملها. ايه بقى فحوى المذكرة دي؟ ولا حضرتك عندك سؤال ولا اي حاجة؟ لا تمام. اكمل.
فحوى المذكره هو دي الحقيقة أنا صعب جدا. عندي أسئلة كتير، بس أنا يعني انا تحت امرك، يعني انا تحت امرك في اي اسئله. ما عندناش حاجه نخبيها، واحنا قررنا ان احنا في حل من وعدنا ان احنا مش هنتكلم في القضيه، لا احنا هنتكلم في القضيه، هنطلع ثغرات القضيه، يستفيد اللي يستفيد، عشان لعل الجمهور وعسى. المحترم اللي طلع القضية، عشان الجمهور المحترم اللي ليه طبعا كل الاحترام والتقدير، طبعا عشان الجمهور المحترم اللي في أوقات كتير شفنا قلبه على القضية أكتر من ناس موجودة ومحسوبة على القضية، عشان استاذ عبد الرحمن، بس النقطة دي تكون واضحة. استاذ عبد الرحمن، انا شخصيا استفدت كتير جدا من الجمهور والساده المشاهدين والرأي العام. كان بيبعت لي تصورات على الخاص، كان بيبعت لي تصورات على في تعليقاتهم على الفيديوهات. في دكتور اسمه دكتور احمد جادو بصراحه افادني كتير جدا في موضوع الطعام وساعتين وان الاصابات، لان الراجل ده دارس طب شرعي وراجل محضر ماجستير وهو يعني دكتور في كليه الطب. يعني الراجل ده افادنا كتير جدا. فلولا الراي العام هو اللي مساندك وهو ظهرك وهو ظهر اهل ولاء زايد، ما كانتش القضيه دي ظهرت للنور، ما كانش ربنا سخرنا كلنا على اعتبار نتكلم في القضيه وفي حق الدكتور ولاء زايد. الراي العام هو اللي دفعنا دفعا، وهو اللي قال تصوراته، وهو اللي عرفكم بالناس، وهو سبب شهرتكم. يعني مين كان يعرف مجدي الأدوش قبل قضيه ولاء زايد؟ معلش يعني انا هتكلم عن نفسي يعني يا استاذ عبد الرحمن عشان ما اتجاوزش في حق احد. مين كان يعرف؟ ناس كتير جدا قبل قضيه ولاء زايد. احنا مدينين للجمهور ده بالشكر، ومدينين للجمهور بالعرفان بالاحترام والتقدير واللي هم عايزينه. عشان كده احنا نزولا عند رغم، يعني احنا طبعا قد يكون في القلب غصة من بعض الامور اللي بتحصل، سواء من الاطراف اللي محسوبة على قضية الدكتور ولاء زايد، ولكن الجمهور يبقى له كل الاحترام والتقدير. وده اللي انا قلته طبعا. ان هم دول اللي مالهمش فعلا مصلحة، اللي عايزين بيحبوا الراجل ده من غير ما يعرفوه، من غير ما يشوفوه، مستعدين يدعموه بكل الوسائل، يدعموا ماديا ومعنويا. وفي ناس يا استاذ عبد الرحمن من الجمهور المتابعين قالوا هنعمل لك توكيلات، احنا قدرنا معنويا من القضيه، هنعمل لك توكيلات وامشي فيها. في ناس كلمت اهل الدكتور ولاء وضغطوا عليهم والكلام ده كله. احنا بنتكلم في جزئيه ايه؟ ان احنا النهارده لما تلاقي في ناس ورأي عام وجمهور وناس من الطب الشرعي وناس من المحامين وناس من كذا وناس من كذا جاي بتقول لك احنا تحت امرك او تحت امر القضيه، وان احنا المفروض ننضم مع بعض، وان احنا المفروض نشيل الشيله مع بعض، وطبعا لازم نكمل بعض. النهارده انا بقول لحضرتك انا استفدت كتير جدا من الجمهور، والجمهور ده ليه حق علينا، ليه حق علينا يعرف احنا بنعمل ايه، يعرف احنا افكارنا ايه، يعرف ان كان يطمن. بالظبط لازم الجمهور يطمن، ولازم مفيش حاجه الجمهور اسمها مفيش حاجه. اصل هو الراي العام ده اطلاقا مش كيكه نقلبها بمزاجنا. تعالوا دلوقتي اسلوني، ودلوقتي ما لكمش دعوه بيا، ما تعرفوش اي حاجه. مفيش حاجه اسمها انت انا اسف في اللفظ، كان في بدايه القضيه كان كل المنصات تقريبا انت بتطلع عليها يا معلم الشار، كان يعني صراخ وفلان وابو لواء وبتاع، الى ان يعني في ناس خدت من وقتها ومجهودها ومالها. استاذ عبد الرحمن النهارده وهو راجل اعلامي، احنا انحصرنا كلنا في قضيه الدكتور ولاء زايد، ومعرفش ان كان ده صح ولا غلط. الاستاذ عبد الرحمن النهارده كان المفروض ان هو راجل اعلامي على مستوى مش على مستوى قضيه ولاء زايد بس، لا ده في الرياضه وفي الطب وفي يعني ده تخصص حضرتك. يعني لقيت حضرتك برضو الفتره الاخيره كلنا انحصرنا بقالنا شهرين ما وراناش غير قضيه الدكتور ولاء. وانا يعني بالمناسبه انا مش زعلان من ده. لا طبعا. يعني انا فاتنا حاجات كتير وفاتنا شغل كتير وعملنا مجهود، وبمجهود اقل كان ممكن نعمل شغل احسن في حاجات كتير جدا. بالظبط. ولكن في نفس الوقت احنا مش زعلانين من ده. احنا اللي زعلنا ان لما حد يبخس مجهودك، ان لما حد بعد كل ده يقول لك لا انت ماشي غلط، احنا اللي صح. طب يعني جديد ان هو يمشي عكس التيار، ان احنا لازم نطلع غلط وخلاص. فيعني النوايا دي يعني، والحمد لله ان الجمهور مش بيضحك عليه. يعني حتى لو في بعض الناس تفكيرها كده، او بعض الاشخاص المحسوبين على القضيه تفكيرهم كده، ولكن الناس يعني بتقدر تشوف الغث من السمين، بتعرف مين فعلا اللي عايز
ان هو ياخد شهرة او اسمه او ان هو يظهر وخلاص او ان هو يمسك الحديدة او كذا. انا مش عايز برضو وانا موجود معاك اخد من وقتك واتكلم كتير، ولكن ده مهم ان الناس برضو تكون عارفة ان الناس مش بتضحك عليها. يعني طبعا الناس مش بتضحك عليها، وفعلا انا دايما بقولها الايام بتدور، وواحد بيبقى ليه رؤيه، مش ليه رؤيه ان هو عايز يطلع حد غلط وخلاص، مش ليه رؤيه ان هو عايز يجي على حد. يعني احنا كلنا مصلحتنا القضيه، احنا جماعتنا. انا اول مره اعرف المستشار مجدي الأدوش واتشرفت بيه، واول مره اعرف الناس المحترمه اللي موجودين في بيتكلموا عن القضيه او ان هم محسوبين على القضيه سواء محامين او غيره. فانا هيكون ليا خصومه معاك ليه؟ هيكون ليا مشكله معاك ليه؟ هكون انا زعلان منك ليه؟ غير ان انت في حاجه جمعانا وهي حق الدكتور ولاء زايد، انت مقصر فيه، فانا بشوف ان انت مقصر فيه. فما تجيش تقول لي لا انا مش هتكلم وانا الراي العام ده نرميه ومش عارف ايه والكلام اللي بيحصل ده. لازم توضيح للراي العام، وعشان كده احنا موجودين النهارده عشان الراي العام وعشان حق الدكتور ولاء زايد. وما اختصش منصة معينة بعينها يعني، او اختص منصتين بعينهم يعني. وبعدين في تحولات كمان في بعض المنصات يعني اللي في التواصل معاها النهاردة، بعد ما كانت بتهاجم النهاردة بتدافع دفاع مستميت. احنا نتمنى من الله عز وجل ان ربنا يوفقهم، ان ربنا يقدرهم، ان احنا نكون حجر او لبنة في او ترس صغير في الماكينة اللي ان شاء الله باذن الله رب العالمين نعدل القيد والوصف عشان حق الدكتور ولاء زايد وحق مشاهدينا ومتابعينا كلهم. انا بقول لحضرتك يا ريت المذكره دي ما طلعت للراي العام. مذكره بصراحه اقل ما فيها محواها ايه المذكره؟ ايه اللي حصل فيها وشايف ايه حضرتك ولك الحكم حضرتك وجمهورك يعني المذكره عباره عن والطلب الأولاني رفع الحد حد الدعوة المدنية من 100,000 واحد ل 500,000 واحد، على اعتبار لو المتهمين خدوا براءة وده مستحيل يبقى ليه حق ان هو يعمل نقض في القضية، على الرغم من ان حق النقض يعني ايه مكفول يعني. طيب دي واحد مفيش فيها مشكلة خالص، وده اجراء احترازي وزي الفل وجميل 24 قيراط عشان التعديل بتاع القانون الجديد. طيب تاني حاجة طالب لجنة خماسية من الطب الشرعي، علشان يعني حتى المنصة كانت بتقول شغل فاخر من الآخر يعني أو كده يعني، علشان حاجة واحدة بس اللي اتقالت في المذكرة، وأنا قلت إن أنا لا أجزم إن دي مذكرة كاتبها محامي أو مستشار بقيمة وقامة المستشار نشأت يعني، إما إن الكلام اجتزء من سياقه، يا إما اللي بيقول مش قانوني فمش فاهم يعني أنت عايز لجنة خماسية عشان تقول إيه سبب سقوط إيه سبب مقتل الدكتور ولاء زايد، أو إيه سبب، أنا هجيب لك بس التعبير باللفظ يعني، ايه سبب اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، سبب الوفاة. ايه سبب الوفاة؟ تخيل حضرتك ان مذكرة طويلة عريضة عايز فيها لجنة خماسية، عايز محضر اجراءات عشان تقول ايه سبب الوفاة. على الرغم من المفروض الصح ايه؟ المفروض الصح ايه؟ الله ينور عليك. المفروض الصح ان انا اقول عايز لجنة خماسية للآتي: واحد، ان انا اعاين اصابات الدكتور ولاء بناء على واحد مستشفى النصر بحلوان، ما انا مش هجيب الجثه انا اشرحها، ما بها من اصابات كافي جدا، انما بناء على تقرير الطب المبدئي لمستشفى النصر بحلوان، بناء على معاينه النيابه العامه يوم 26/9، بناء على الاصابات اللي ذكرتها الطبيبه الشرعيه، اقول كده للجنه الخماسيه بناء على هذه الاصابات هل هذا السقوط انتحاري أم عرضي أم سقوط في شبهة جنائية. طيب وضحوا ولتوضيح السقوط الانتحاري بتبقى الإصابات فين بالظبط، تمام، والسقوط اللي فيه شبهة جنائية بيبقى الإصابات فين بالظبط، تمام، لأن النهاردة تصور لا يقبل عقل المنطق ان الدكتور ولاء كان واقع على ظهره، يستحيل ان انسان بينتحر هيقف وينط من على ظهره. يعني التفاصيل دي كلها اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا والجمهور حفظها، بس انا اجمالا المذكره عايز لجنه خماسيه يا استاذ عبد الرحمن، لجنه خماسيه تقول لي هذا الامر، اللجنه خماسيه تفسر لي الاصابات دي واسبابها، ما اقولش سبب الوفاه. دي واحد. عايز لجنه خماسيه تقول يعني ايه ان هو لم ينزف،
وايه هي اسباب عدم النسف، لان الانسان كده انا بثبت ان هو وفاته كانت قبل القائه، لان الانسان المتوفي لا ينزف نهائي يا استاذ عبد الرحمن. خلاص، ان هي تطلع على مذكرات وعلى اقوال الشهود وتعمل لي تقرير طبي بيقول او يفند لي بتاع الدكتور. انما معرفه سبب الوفاه لا، دي قليل قوي على لجنه خماسيه وعلى محضر اجراءات، او اقول ان انا عايز اعرف الطبيبه دي قامت باجراءاتها صح ولا لا. دي واحد. تاني حاجه برضه في المذكره بيقول ان الدكتور ولاء تم تغيير ملابسه 3 مرات. قولي لي يا محكمه او فسري لي ايه سبب تغيير الملابس دي ومين اللي غيرها له. ده كلام دي كارثه. الكلام ده ازاي ملابسه اتغيرت 3 مرات؟ الكلام ده لو صادر يا استاذ عبد الرحمن انا لا اجزم ان هو صادر، بس الراجل كان بيقرا من المذكره. تمام؟ يعني ايه النهارده ان انا اقول حاجه؟ لا، الطلب ده ما اتطلبش في المحكمه، انا كنت موجود في المحكمه. لا، هو اتقدم في المذكره. لو انت حضرتك كنت موجود في المحكمه، هل هم قدموا مذكره بالطلبات؟ ما شفتش مذكره اتقدمت، بالعكس القاضي اصلا رفع الجلسه. وانا معاهم، يعني يعتبر الجلسه كان لسه يا دوب بيتكلموا فاتخانقوا، فراح القاضي رفع الجلسه. ده اللي انا شفته. كل الناس شافته، يعني انا مش بقول كلام. انا شفت المذكره دي كورق، انما ما قريتش فيها حاجه. هل النهارده ينفع ان انا النهارده اقول للمحكمه ان تغير الملابس 3 مرات؟ قولي لي المحكمه هي اللي هتروح تجيب لك الملابس مثلا؟ المباحث وتحريات المباحث قالت لم تتوصل للملابس اللي كان بيها في البيت. خلاص، طب ما انا استفيد بالقصور ده يا استاذ عبد الرحمن. طب ما انا النهارده الراجل ده هدومه مكويه وزي الفل ومفيش انسكابات دمويه ومفيش بقعه دم على هدومه، يبقى الراجل ده ايه؟ استفيد بيها استفاده قصوى جدا واقول واسلم ان هي دي هدومه، واجزم بان هي دي هدومه، ان هدوم البيت كانت شيء وتم تغييرها مره واحده وهو واقع بالهدوم دي. ايه اللي انا هستفيده من كده؟ ان الزراير سليمه وان الهدوم مقفوله زي الفل 24 قيراط، يبقى ما تمش انعاشه في مستشفى، يبقى الدكتور كذاب. ان النهارده الدكتوره، وعلى فكره الهدوم دي متحفظ عليها، يعني ان الدكتوره النهارده ما لقيتش فيه انسكابات دمويه، يبقى ما نزفش. يبقى الانسان الذي لا ينزف هو الانسان المتوفي، واستفيد. انما مش هروح. اتفضل. القصه هنا مهمه في نقطه معينه، وكان قالها معانا الدكتور الطبيب الشرعي اللي كان موجود معانا قبل كده، ان انت لو حتى السيناريو كله اللي في الورق هو غلط، فده الشاهد الوحيد في القضيه، فانت تستفاد من الورق اللي موجود، مش انت تروح تعمل سيناريوهات اصلا مش موجوده جوه الورق عشان تثبتها واحاول اقنع المحكمه بيها. لا ما ينفعش. والدكتور انا تابعت الحلقه بتاعته بامانه، اتكلم كلام كويس جدا رغم اختلافي معاه في ان هو قال ان تم اسقاطه حي، وانا مش معاه خالص في الجزئيه دي، لان لا الورق ولا الاصابات ولا هو بيتكلم على الورق. ايوه انا بقول لحضرتك هو وصل للنتيجه دي. انا الورق بالنسبه لي وصلت النتيجه ان هو تم قتله قبل اسقاطه. من الورق خلينا نقول من الورق، لان الورق ايوه من الورق. لا ده مش سيناريو انا بعمله يا استاذ عبد الرحمن. لا ما اصل في ناس بقى بتعمل سيناريوهات ويقول لك سيناريوهات وهي مش موجوده في الورق. خلينا نقول ان هو ده حتى لو ده الحقيقه، بس في ورق موجود عندنا، يبقى احنا نشتغل ورق ونطلع منه اللي يخدم القضيه. هي بص يا استاذ عبد الرحمن، هي شعره بس بسيطه كده ما بين ده وده. الناس اللي تعمل سيناريوهات من حقها، بس من حقها بمعنى ان واحد اعلامي صاحب منصه يقول لك والله انا تصوري ان نزل من السلم نزل من الباب. ده كلام انت تقبله او ترفضه فهذا شأنك يعني، وممكن الناس تهاجمه وممكن الناس تقول له اقعد ساكت انت مش عارف حاجه والكلام ده. انما يصدر عن هيئه الدفاع في مذكره رسميه ويقال انها قدمت للمحكمه، هي دي المصيبه والكارثه. والمفروض اللي يا يطلع يقول ان الكلام ده يا اخوانا اكتزل من سياقه او الصح بتاعه كذا او الكلام ده. مش ممكن 12 محامي يوصلوا لل3 نقط دول وهي دي طلباتهم بس فقط. نقطة 3 تعديل الدعوة المدنية، 2
اللي هي ان الدكتور ولاء اتغير هدومه 3 مرات، وقولي لي يا محكمه يعني ايه اتغير هدومه 3 مرات؟ وطبعا ده كلام تهريج لو حصل يعني. ثالث حاجه ان احنا قلناها دلوقتي اللي هي تحديد سبب الوفاه. يعني ايه تحديد سبب الوفاه؟ يعني ايه؟ يعني تحديد سبب الوفاه ده انت مش عارف دكتور؟ يعني انت لو جبت اي حد دلوقتي في الشارع ما تقولوش دكتور ولاء سبب وفاته ايه، يقول لك سقوط من علو، خلاص النيابه قالت كده والدنيا كلها كده. انما هذا السقوط انتحاري ولا عرضي ولا في شبهه جنائيه، هو ده اللي بتقوله الاوراق. فهو ده اللي كان المفروض يطلب بالنسبه للبتاع. وبعدين اللي يضايقك كمان ان الناس يقول لك ده كده شفتوا ده شغل فاخر من الاخر، ده هو اللي عمل، هو اللي طعن، هو الكلام ده كله. لا، الموضوع ده انا مستاء منه جدا، ولو المذكره دي مكتوب فيها الكلام ده، لا انا اسف، انا طلبتهم يسيبوا القضيه، ولو هو ده اخرهم في الموضوع، مش يقول لك انتوا جبتوا ايه جديد والكلام ده كله. استاذ عبد الرحمن، انت تعرف ان المتهمين كام يا استاذ عبد الرحمن؟ متهمين القضيه كام؟ المتهمين في القضيه كام واحد؟ انا اسف ان انا اللي بسال يعني على منصتك. لا يعني هتلاقي الزوجه ووالدها واخواتها الاثنين محمد ابو زيد و 7 الذين اللي هو لؤي. طب انا ثبت بالدليل من الاقوال ان هم 10 والمتيقن 9. زودنا اللي هو اللي طلع الكابتن. لا اللي طلع غير دول، غير الكابتن مصطفى وغير عماد. مين طيب؟ ما هي مين دي بقى؟ دي مش قصتي انا، مش انا اللي اقول. النهارده حضرتك يا استاذ عبد الرحمن، انا الفيديو بتاعي اللي فات جبت من اقوال جمعه انه قال ان طلع حمدي الاول الساعه 9:30 ومعاه ولدينه الاثنين اللي هم عمر وعلي، خلاص. وبعدين لما طلعوا دول جم 4 شباب انا ما اعرفهمش. ده الكلام اللي قاله جمعه، 4 شباب انا ما اعرفهمش. يبقى كده كام؟ كده كام؟ 6. وبعدين جه واحد خامس طلع على السلالم، بيجري على السلالم، ما جاش في الاسانسير. يبقى كام؟ 7. خلاص كده يبقى حمدي وعياله الاثنين كده 8 يا استاذ عبد الرحمن. 8. ما حسبتش حمدي اللي في الاول. 8 ورماء فوق 9. ولما قال عامل الدليفري طلع، يعني الناس اللي تواجدت في الشقه بقى يبقى كام؟ هذا 10. وبعد كده ارضى في الكلام ده بان انا مصطفى وهو دول طلعوا مصطفى وهو نازل انا قابلته على السلم وقلت له تعالى ده الدكتور ولاء بيستغيث، وخدت مصطفى وطلعنا. بالمناسبه البواب انا قابلته وقعدت معاه. البواب يا اما وراه حاجه، يا اما حد قايل له يسكت، يا اما حد مديله فلوس. في حاجه مش مظبوطه. ما فيش حد، احنا مش اول مره نتعامل مع ناس في جرائم تحديدا يعني. طبعا الناس يعني مثلا الناس اللي قصاد العماره والناس اللي في الشارع عادي، قال لك هتكلم يعني. في اللي يرفض التصوير بس بيتكلم معاك، يقول لك انا هتكلم عادي، ايه المشكله؟ صاحب المطعم لما اتكلمت معاه اللي كان فيه الولد اللي شهد، بس قال له مش قال لي عادي هجاوبك، ايه المشكله يعني؟ قلت له لو مش عايز تجاوب. فهو لا، على عكس البواب كان خايف اصلا ومرتبك ان انا شفته اصلا يعني، ان انا موجود هنا في المكان ده، هو نفسه اصلا خايف طبعا. يعني عشان برضه انا مش عايز اظلمه او كذا او كذا، ولكن يعني هو موجود في قضيه وفيها قضيه قتل، ممكن كلمه واحده او شهاده واحده او حاجه واحده هو قالها تخدم القضيه وتغير حاجات كتير جدا في القضيه. عارف مين اللي عمل رعب للناس؟ المستشار نشأت هو اللي عمل لهم البدايه. ليه بقى؟ قياده كبيره في وزاره الداخليه، قياده امنيه كبيره في وزاره الداخليه. الكلام ده هقول لحضرتك حاجه. طب ما انا راجل غلبان قبل كده. ايه يا معلم المستشار؟ في الكلام ده انا ما قلتوش قبل كده. مش حضرتك؟ من اول يوم وهو بيقول الموضوع ده وانا شاكك في صدق الرواية. طب انت عايزني اروح اشهد بقى؟ انا كراجل غلبان عامل كالناس في الشارع، ولا فاتح محل موبايلات باكل منه عيش، او شغال عامل في كشري، او شغال عامل في اي حته، انا بقى اروح اشهد بقى؟ اذا كان هو اصلا جه عليه وقت من الاوقات كان بيخاف يقول محمد عصام،
عايزني انا بقى الغلبان الفقير اروح اشهد في المحكمه؟ صح. طب ما ناس كتير وحضرتك كان ليك السبق، وفي حاجات انا عارف ان حضرتك مش عايز تقولها للرأي العام قابلتها وصادفتها من خلال التحري بتاعك في شارع راين، واذا كان في صوت هبده ولا ما فيش صوت هبده، في ناس قالت احنا ما سمعناش اي صوت هبده، مش كده؟ وفي ناس قالت احنا سمعنا صوت هبده. خلاص؟ لا 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 كان في صوت. لا كان. انا بقول لا، في ناس قالت احنا ما سمعناش صوت، احنا لقينا اللمه ولقينا البتاع. قالت لك منين؟ حضرتك نزلت الموقع؟ عارف كان في كام واحد حوالين الدكتور ولاء قبل ما يتشال في العربيه؟ لا انا ما يهمنيش اللي حواليه، انا يهمني عارف المحلات اللي كانوا موجودين، اللي موجودين وعارفين وشافوا الواقع قدامهم. انا شفت كل الناس، مش الناس اللي معديه في الشارع، مش الناس اللي معديه في الشارع. استاذ عبد الرحمن، كان في ناس كتير جدا قالوا كنا نتمنى ان احنا نروح نشهد. في ناس، واحنا كنا قريب قوي في حلوان، ولان انا ليا قرايب في حلوان فرحنا، قالوا كنا نتمنى نروح نشهد، انما هنروح نشهد مين اللي هيربي العيلين؟ يعني الكلام اتقال كده، يعني هو عمل رعب وحاله رعب وذعر للناس ان هي ما تروحش تشهد. خلاص، ولكن الشهادات اللي موجوده كافيه. بس انا كنت عايز فريق بحث. حضرتك لما طلعت وعملت اللقاء هناك وصورت العماره والكلام ده كله، كلنا استفدنا. حضرتك النهارده ده انا اسف في اللفظ، ده اذا كان دورك كاعلامي، يبقى دوري 1000 مره انا كفريق دفاع لازم اعرف مين مصطفى، ايه علاقته بالناس، هو عنده كام سنه، طب هو يقرب لمين، طب هو نسيب مين، مصطفى ده كانت عربيته واقفه فين، هل قدام الجراج لما سقط عشان يحجب الرؤيه ولا لا؟ الكلام ده كله اسهل حاجه يا استاذ عبد الرحمن انك تقف قدام المحكمه وتترافع وتتكلم وتقول الورق بيقول، انما اصعب حاجه انك تكون ملك ادواتك، اصعب حاجه ان انت تكون معاك الادوات اللي تقدر تثبت بيها للمحكمه. انت النهارده لو مفيش قناعه شخصيه قدام جواك مش هتقدر توصل ده للمحكمه. تمام طبعا. والمحكمة في الآخر مش هتاخد بكلام وخلاص، كلام مرسل، يعني لازم يكون في أدلة. هو بقى اللي اتقال ده بقى الهدوم والكلام ده كلام مرسل. احنا ممكن نقول النيابة سألت ضابط المباحث فين الهدوم اللي كان بيها، مش موجودة. استفيد بده بإيه؟ لازم استفيد بكل حاجة. عصاية البسبول يا أستاذ عبد الرحمن لازم القاضي يمسكها في إيديه، أقول له امسك دي كده يا ريس، اضربني بيها على دماغي، هل هموت ولا مش هموت؟ دي ابسط الامور. لازم احط المحكمه في حيره، لازم اجيب المحكمه معايا واحطها في التصور بتاعي، ولازم المحكمه يبقى لها رؤيه تسال نفسها اسئله زي ما احنا بنسال نفسنا كده. هي دي طريقه الدفاع، او هي دي. اتفضل. طيب يا مستشار، يعني انا بس عايز اخد حضرتك من النقطه دي ونخلص منها، ان هو في محاولات مستميته ان احنا يا جماعه احنا زي الفل واحنا شغالين كويس، وان مفيش عيب عندنا ومفيش مشاكل عندنا، وان كل الناس متآمره علينا، وان احنا عايزين حق الدكتور ولاء وماشيين فيه صح، انما انتوا اللي ماشيين غلط. خلينا نخلص من النقطه دي، ان هو في محاولات لاثبات عكس ذلك. طيب يعني لما برضو بنتكلم ان كان في محامين المفروض يكونوا موجودين مع المستشار نشأت، المفروض ان هو اللي ماسك القضيه الدفاع عن الدكتور ولاء. قبل كده كان الاستاذ عزت قال ان هيكون 40 محامي هيكونوا موجودين في القضيه، وبناء على ذلك شفنا 50 محامي مثلا او 40 محامي في المحكمه مع القتله، بس ما شفناش غير مثلا 5 6 كانوا ظاهرين في الدفاع عن الدكتور ولاء. حضرتك برضو كنت المفروض تكون موجود في القضيه، مطوع في القضيه، واكتر من حد كان موجود. يعني شفنا المستشار نشأت قال انا ما عنديش مشكله ان حد يكون موجود في القضيه، او حد يكون موجود معايا ونشتغل مع بعض. دلوقتي ده مش موجود. ببساطه كده المشكله فين؟ الغلط فين؟ مين المسؤول ان هو يقول لك لا انا عايز ناس تكون موجوده معايا، بس في نفس الوقت ما فيش حد غيره اصلا؟ يعني الموضوع هنا فين؟ المشكله فين؟ خصوصا ان حضرتك طبعا كنت موجود في المكتب، وكان المفروض هتكون متطوع وقعدت معاهم، وانا متاكد ان حضرتك موجود كان الموضوع اشبه بان هو تحقيق، مش عشان حاجه ان احنا نتعاون. يعني انا متاكد من ده، بس عايز اسمع من حضرتك عشان توضح للناس. انا بس سؤال بسيط بس عشان ايه، قبل ما اخش في الاجابه مع حضرتك هسال حضرتك سؤال صغير. النهارده لما نكون احنا 5 6 محامين او 7 8 محامين يعني خلاص، واساميهم موجوده على صفحه المستشار نشأت، من ضمنهم ابنه يعني، ومن ضمنهم محامين جزء كتير، ومن ضمنهم محامين ابتدائي كتير. يعني المستشار نشأت هو والمكتب بتاعه والناس بتوعه هم فريق الدفاع. طيب ايه اللي هيضيفوا لك؟ ناس بتتعلم تحت ايدك، وناس انت استاذها، وناس انت اللي بتقول لها يمين يمين شمال شمال. ايه اللي هيضيفوا لك في القضيه؟
انت جايب صوره يعني او شو اعلامي، انت فاهمني؟ عايز اقول لك ان هو واحد بس، هو مستشار نشأت هو واحد بس، وكل اللي حواليه بينفذوا اوامره. خلاص ما اعرفش اذا كان الاستاذ احمد زكريا ده اللي تجاوز معانا ده اذا كان في مكتبه او مش في مكتبه او متطوع زي هم بيقولوا او ايه بالظبط، انا ما اعرفش. بس انا عايز اقول لحضرتك انت النهارده بتقول لي 5 6، لا هم واحد. واي حد يقول لك فريق دفاع بس بقى يعني شكليات. بعد معلش يا استاذ عبد الرحمن، حضرتك قعدت معاهم مش كده؟ حضرتك قعدت معاهم، فيهم محامين نقد؟ مفيش محامين نقد. فيهم محامين جنائي. انا قعدت مع المستشار جمال اللي بيقولوا المستشار جمال، وهو محامي جمعيه تقريبا تعاونيه او حاجه زي كده، والمستشار جمال معلش مع احترامي ليك يعني برضو ما بيتكلمش الا لما المستشار نشأت يديهم الضوء الاخضر. فما تقوليش فريق دفاع، ومش عايز اسمع الكلمه دي خالص. هو واحد، والثلاثه اربعه اللي بيتدربوا في مكتبه زائد ابنه زائد الكلام ده كله، هو ده جاستس وفريق جاستس والقصه دي كلها. وما نقعدش نضخم بقى ونقول مستشار فلان ومستشار علان، كلهم كاشخاص على دماغي، انا ما بغلطش في حد، كلهم كاشخاص وكاساتذه محامين على دماغي. ولكن مش في قضية الدكتور ولاء، مش حقل تجارب اللي يجي فيها محامي جزء يقف قدام المحكمة ياخد اللقطة، مش على حساب دم حد. يقدر يقول كلمة إلا بإذن المستشار نشأت، مش هيقدر يقول دفاع ولا هياخد أي حاجة إلا إذا كانوا كلمتين هو مديهم له. أدي الفريق وأدي الدفاع. فين فريق الدفاع يا أستاذ عبد الرحمن؟ نفس شغلانة الإعلام، نفس شغلانة الإعلام اللي هو عايزين اللي على مزاجنا، اللي يقول اللي على مزاجنا في الوقت اللي احنا عايزينه، عشان نفس القصة يعني، هي نفس الاستراتيجية يعني. معلش ده هو الإعلام كمان. يمكن لو قعدنا مع بعض أنا وأنت على كافيه ممكن إن احنا نفك مع بعض شوية في كلام ما نقدرش نقوله على المنصات، وكذلك الإعلام. والإعلام ليه زلات لسان، تمام؟ أو ليه زلات بيبدأ يتحرر بيها يعني. أما فريق دفاع أنت اللي بتقول له ده صح وده غلط، ناس بتتدرب عندي في المكتب يا أستاذ عبد الرحمن، ناس شغالة معايا، ناس أنا اللي بديها مرتبها، ناس انا اللي بقول لها يا ابني تعمل كذا وما تعملش كذا. انا عايز النهارده حد يقول لي هم قالوا ان الاستاذ احمد زكريا متطوع وان هو دي متطوع. طب الاستاذ احمد زكريا ده هل هو محامي نقد مثلا؟ هو محامي شرعي والراجل شاطر قوي في الشرعي. حتى لما تجادلت معاه انا وهو في الحضانه والحضانه المؤقته والكلام ده بالنسبه ليونس ان هي هتاخده ومش هتاخده، وان هي من حقها تدعي مدني بصفتها معاها حضانه يونس، الراجل كان كويس جدا والراجل افاض في هذه الجزئيه، وانا بكن له كل تقدير واحترام. انا عن نفسي لما تيجي تقول لي في قضيه ايجارات في قضيه مدني، انا معلش ممكن اكون مش ملم بها قوي، لان تركيزي ودراساتي العليا والكلام ده في الجنائي وفي ثغرات القانون الجنائي، فده مش عيب فيا ان انا تخصصت في جزئيه معينه، تمام؟ فلما تيجي النهارده تقول لي فريق دفاع وتوهم الناس ان في فريق دفاع، وتوهم الناس ان ده فريق دفاع والمستشار فلان والمستشار علان وموجودين عندك، طب اذكر سنهم، قول السن كده جنب الاسم، معلش اذكر السن جنب الاسم. ما هو من خلال السن اقدر اعرف اذا كان محامي جزئي او ابتدائي او استئناف عالي او نقد. ليه؟ لان كل سنه من السنوات ليها يعني الجزء 2 سنين، الاستئناف 5 سنين، الابتدائي بعد 2 سنين يعني من 2 ل5 الكلام ده. طيب يعني معلش يعني انت جايب الناس دي وعشان توهمني ان ده فريق دفاع، خد القضيه مفيش مشكله، بس ما تهمش الناس. ما تجيبش مجدي من السويس لحد عندك وتقول له انت ما جبتش جديد، او تخلي ام ولاء بعد ما نمشي تعمل لقاء وتقول لك ده ما جابش جديد. لا ده جديد وجديد. ومعلش انا اسف في اللفظ، انا قلت لك نقطه جديده ممكن ما تكونش حضرتك انت اللي عامل لقاءات وبص واحنا كلنا بناخد من الماده بتاعتك ومن الميديا بتاعتك، وكلنا عارفين كم المجهود اللي انت عملته، ان انت اتفاجئت النهارده ان المتهمين 9 أو 10. والكلام ده مش من عندي، الكلام ده من الورق نفسه. أقوال جمعة أول واحد، وعرفت الناس إزاي اتقبض عليهم، إزاي إن هم اتلموا كلهم، تكذيب أقوال محمد عصام والشهود لما قال لك ده هو اتصل بينا وقال لنا وإحنا قاعدين ناكل إن هو سمعنا صوت هبدة. لأ، تعرف إن كل المتهمين يا أستاذ عبد الرحمن اتقبض عليهم من الساعة 3:30 للساعة 4:15، وكلهم كانوا في بيت حمدي، والكلام ده في الورق. واللي دلهم على كده جمعة، واللي خد المباحث وراح بيت حمدي كان جمعة.
ده مش جديد في القضيه، اتحدى ان يكون حد عارفه. انا زعلان من حاجه، ان الكلام ده يعني احنا بنقوله، بس مش هيعتد بيه في المحكمه، لان مفيش فايده، احنا مش واقفين في محكمه زمان، لان في مش عايز اقول يعني ايه، مش عايز اقول مكابره، يعني مكابره دي كلمه قليله، مكابره في الغلط، مكابره على حساب دم حد، يعني الناس اللي طالعه بتتشدق وبيقول لك يعني عايز يمسك اي حاجه عشان يطبل، ما هو اللي عايز دلوقتي يعني يطبل على اي حاجه وعايز يشوف اي حاجه كويسه هيعرف يلاقي لها 50 مخرج، هيلاقي لها 50 مخرج. واللي عايز يعني في الاخر اللي عايز يقول لك انا عملت اللي عليا، هيقول لك ما هو الراي العام هو اللي بوظ القضيه وهو اللي خسرنا، هيلاقي مخرج كده هيلاقي مخرج، اللي عايز يلاقي مخرج هيلاقي مخرج، سواء ان هو يطلع نفسه كويس او يطلع نفسه ان الناس الثانيه وحشين وان هو اللي هنا واللي هناك. لكن في الاول وفي الاخر يعني رجاء لوجه الله عشان حق الراجل ده، وبرضه اسره الدكتور ولاء انا مشفق عليهم، وان كنت ليا بعض اللوم ان هو ما يكونش فيه عواطف في حاجه زي كده، ومحدش فيه حاجه عند الاسره، محدش يجي يقول اصل انا متطوع، المتطوع ده بياخد حقه تالت ومتلت، معلش يعني مين اللي كان يعرف مجموعه او غيرها او سين او صاد غير القضيه؟ ناس كتير حتى في الاعلام ما كانش حد يسمع عنهم، ما ظهروش غير في القضيه. فيا جماعه الخير ما حدش يضحك عليكم ويقول لكم يا عم انت بتعمل شغلك مش عارف ايه وكل حاجه، بس في نفس الوقت ما تجيش تقول اصل انا لا ده انا متطوع فانت بقى هستعبدك، يعني انا متطوع فانت تمشي همشيك على مزاجي. لا، انتوا اصحاب الشأن، انتوا اصحاب الدم، انتوا اصحاب الامر، انتوا اللي المفروض يكون شايفين اكتر من الناس كلها لما بتشوف، مش معقول الناس كلها غلط وواحد اتنين تلاتة عايزين يظهروا، عايزين يمسكوا ماسكين الحديده هم اللي صح. يا جماعه احنا بنتكلم بوجع وبنتكلم بزعل، لان دي احنا مش بنتكلم في قضيه نفقه ولا قضيه مش عارف ايه ولا حد وقع اتزحلق على السلم، لا ده قضيه قتل وراجل اتغدر بيه وراجل عمره كله ضاع وابنه ضاع في النص واسرتين متدمرين، يعني حاجات كتير. بلاش واحنا بنتكالب معلش يعني على اللقطه، بنتكالب على الظهور وخلاص، وبنتكالب ان احنا نطلع صح وخلاص، انا مهم نفسي وان انا صح وخلاص والباقي مش مشكله، اللي يحصل يحصل، المهم ان انا افضل في الصوره دي. في حاجه تانية اهم، هي حق الراجل اللي اتغدر بيه ده. فيعني سياده المستشار عايز اخدك لنقطه مهمه، وهي الاسره اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي. اسره الدكتور ولاء زايد فين؟ اخوات الدكتور ولاء زايد فين؟ على فكره الناس اللي ما تعرفش، الدكتور ولاء زايد عنده اخوات من الاب، اخواته فين؟ بيتواصلوا معاك المحامين اللي كانوا، الاستاذ عزت زايد اللي كان قال ان معاه 40 محامي من العيله. موقف الام، يعني عايز اعرف نقطه العيله موقفها ايه من اللي بيحصل في القضيه؟ نفس الموقف اللي حصل مع مجدي الأدوش، أنا أعتقد وهذا تصوري الشخصي وليس جزم يعني، إن تم برضه منصته على محامين العيلة، يعني لدرجة إن إن هم قالوا خلاص إحنا، لأن أنت عارف إن الدخان القريب بيعمي يعني، فعشان ما يخشوش في معطرات والكلام ده كله، فأنا أعتقد إن هو تم إزاحتهم بطريقة أو أخرى، لأن النهارده الحاجة أمال من الناس الأصلة قوي، الناس الريفيين الأصلة قوي، يعني مش ناس يا فضل الدكتور نشأت إن هو أول واحد مدلها إيده أو كان بترشيح من زمايله من السعودية يعني، فهي كمان يعني مضغوط عليها ومش قادرة يعني أنا برضو دي تحفظات، يعني هي مش كل ما يعرف يقال يعني، بس هي مضغوط عليها. ظهر الكلام ده في الفيديو اللي هو صوره الاستاذ وائل بخصوصي، ان هي ست اصيله جدا. انت عارف مستشار، انا اسف مستشار، الفيديو ده سقطه. لما يكون واحد قاعد معاكم يعني لو في واحد بس من القاعدين كلهم اللي كانوا موجودين عنده ذره احترام يعني انا حضرتك كنت بتقول لي عايز تجي لي، انا قلت لك مستحيل، انا مش عايزك تيجي مشوار السويس اصلا، حضرتك تيجي من السويس للقاهره ده لوحده ده حاجه كبيره جدا، وده مجهود يذكر ويشكر وتشكر عليه. فلما يكون ان انتوا يعني عايزين فعلا، طب خلينا نقول ان الموقف عدى، لازمته ايه اللايف؟ لازمته ايه الفيديو؟ لازمته ايه الكلام؟ ده ياكد بقى ايه النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، لا احنا مهم ان احنا نطلع احنا كويسين، مهم ان احنا اللقطه بتاعتنا تفضل موجوده، مهم ان احنا نغلط الناس كلها، نستغل
الدكتور ولاء زايد في خلافات شخصيه، وده اللي انا ما كانش نفسي ان انا اشوفه، ان خلافات شخصيه يدخل فيها حتى لو الافراد عايزين تخلوا المحامين، بس بلاش الاسره نفسها تدخل في خلافات شخصيه وتساهم في حاجه زي كده. واللي ساعد في كده ما عندوش ذره من الاحترام. اي شخص كان موجود وشاهد على الموضوع ده وخلى الناس بتزعل لما بنقول سكريبت. ايوه سكريبت، كان بيتقال للحاجه تقول كذا، الحاجه كان حد قايل لها اطلعي يا حاجه قولي كذا عشان حق، مش عشان لا، يقول لك مش عشاننا، عشان حق الدكتور ولاء زايد، عشان نتاجر بدمه لحد اللحظه دي، عشان نخلي الدكتور ولاء زايد تطلع تذم في حد او تطلع تقول في حد كلام ما حصلش، عشان احنا نطلع كويسين، مش عشان حق الدكتور ولاء زايد فعلا. النقطه دي مهمه عشان الناس برضو تكون واخده بالها منها. عيب اللي حصل وعيب اللي بيحصل وعيب اللي لسه بيحصل، وبرضه احنا بنتكلم وبنقول احنا بنتكلم عشان الرأي العام، عشان ما حدش يقول ان احنا قصرنا في حاجة، سواء المستشار مجدي او المحامين اللي كانوا عايزين يكونوا موجودين او الناس اللي شغالة في المنصات الإعلامية متكفلين بالقضية. ما حدش قصر في حاجة غير أصحاب الشأن نفسهم. ما حدش خاف على القضية أكتر من الجمهور والناس اللي بيقولوا ان هم الناس الاطراف الثانيه اللي محسوبين على هيئه الدفاع، بيقولوا ان هم اللي بوظوا القضيه. احنا اكتر ناس تعبنا في القضيه واكتر ناس قلبنا موجوع على القضيه، والتانيين بياكلوا رز بلبن هناك وماسكين الحديده. ده الكلام اللي ايه اللي احنا مش بنجمله. والمذكره استاذ عبد الرحمن، انا شاكر لحضرتك وانفعالك ده انا مقدره جدا، لان انا جوايا بركان اكتر من اللي حضرتك. يمكن انسان ماسك نفسه عشان الراي العام والكلام ده كله، وكان في تواصل مع حضرتك. وحضرتك الحاجه لما قالت اعمل لك توكيل يا استاذ مجدي، قلت لها لا، لما ناخد راي المستشار نشأت الاول، لانه هو المحامي الاصيل، وانا احترمتك تجيب ناس تهينها عندك في مكتبك. هو ده اللي انا اسف عليه، ومليون اسف. لا سنك ولا مكانتك ولا الحاجات اللي انت بتطلع تتشدق بيها ينفع ابدا ان انت تجيب راجل في سني. انا اسف، انا قلت انا بتاع، وساعه الانفعال قلت انا اكبر سنا واكبر قيدا واكبر واكبر واكبر، بس انت اكبر مقاما طبعا يا معالي المستشار نشأت. بس ما ينفعش تهين الناس، ما ينفعش بعد ما انا امشي والمنصات تسالني انت عملت ايه واقول لهم لا انا اسف يا استاذ عبد الرحمن. يمكن ده برضه هقول لك عليه، انا يمكن اتصلت بحضرتك ساعتها او حضرتك اتصلت بيا وقلت لك ارجوك يا استاذ عبد الرحمن مش عايزين نقول الكلام ده تاني، مش عايزين نقول الكلام ده، ولو سمحت الجدار بيني وبين المستشار نشأت انا متحفظ عليه، لان ممكن الميه ترجع لمجاريها في اي وقت، وممكن ان انا عشان حق الدكتور ولاء، وانت قلت لي اي حاجه هتعمل شقاق او هتعمل خلاف انا مش هزعها، وانا خلاص يا استاذ مجدي نزولا على رغبتك انا مش هتكلم في اي حاجه. وقلت لي بس انا مصور فيديو برضو للامانه، وكلمت اسلام فقال لي ده الاستاذ مجدي ما جابش جديد والكلام ده كله، وانا لقيت هذا الكلام. فانا كنت متحفظ جدا، قعدت اكتر من 21 ساعه انا ساكت خالص، ولا منصات ولا اعلام ولا طلعت ولا قلت اي حاجه. الاقيك طالع تهني وجايب الكلام ده بتقفل الباب. لا شوف الطريقه بقى، شوف الطريقه اللي تحزن، ان انت جايب الحاج امال تقول ما ضافش جديد وانا مش عايزاه. انت متخيل رد فعلي ممكن يكون ايه؟ هطلع ارد على الحاج امال مثلا؟ يبقى انا راجل ما بفهمش، ليه؟ لان انا عارف الوضع بتاعها كويس جدا، وحللت البادي لانجوج بتاعها وقلت شوفوا يا جماعه الناس اللي واقفه بتلقمها على الشمال، شوفوا يا جماعه عينيها رايحه فين وجايه منين والكلام ده كله. ولا اخفيك سرا يعني ان اتقال هذا الكلام، بس احنا طبعا بنتحفظ وبنحتفظ للناس باسرارها. خلاص هي ست اصيله جدا مضغوط عليها، لدرجه ان انا قلت لها بدل فريق الدفاع مليون فريق دفاع، وكل واحد فينا هيمسك جزئيه معينه او هيتناول القضيه زي ما احنا كده. مجدي بيتناولها من جزئيه، المستشار فلان بيتناولها من جزئيه، المستشار فلان بيتناولها من جزئيه. فكل واحد فينا لما تيجي تشوف المحصله، انما انت جزئيتك هي جزئيه واحده، وفريق دفاع ناس شغاله عندك في المكتب، ومش هتقدر تتكلم الا لما انت تأذن لها، مش هتعرف تفكر حتى لو له فكره صائبه مش هيقدر يفرضها عليك. فما توهمنيش ان انت فريق دفاع، وما توهمنيش الكلام ده كله. ولما تطلع تعمل مذكره الاقيك يا ريتك ما عملتها. مذكره انا اسف في اللفظ، دي لو اتقدمت مصيبه وكارثه،
ده مش موضوع، ده انت خارج عن الموضوع خالص، سايب طب شرعي وسايب تحريات وسايب اقوال شهود. الناس تعرف احنا بنقول الكلام ده ليكم، مش بنقول الكلام ده ليهم. هم كده كده هم صح، هم صفاء زمر ما بيغلطوش. الناس اللي رشحتنا يا استاذ عبد الرحمن، الناس اللي ضغطت علينا وقالت لنا لازم تكونوا موجودين في القضيه، الناس اللي هم قالوا طب انت ليه ما لا، ده انا عشان الناس وعشان الراي العام وعشان جمهورنا المحترم تنازلت عن حاجات كتير جدا. انا اللي رحت وانا اللي قلت لا انا لازم اروح مشوار نشأة الاول. الحاجه قالت لي هعمل لك توكيل، قلت لها مش ده بعد اذنه وبعد ما اقعد معاه وبعد ما اشوف ايه اللي حصل، ورحت والكلام ده، واتقابلت بمنتهى الاهانه، واخد بالك. والحاجه قالت الكلام ده على احد المنصات، قالت الكلام ده الناس بتتصل من بره ومن جوه، قالت لهم انا نفسي يبقى معايا عليا انا وده شيء يشرفني، وقلت لها تحت امرك يا حاجه. فلما تيجي عايز القضيه خد القضيه بتاعتك، بس انت تحاسب على فواتيرها في الاول وفي الاخر. بس ازاي ان انا اسلم لك واقول لك خد اتحاسب عليها؟ انا مش هستنى كده لحد ما حق الدكتور ولاء يضيع، لان ده مش حق ولاء زايد كولاء سعيد مصطفى يا استاذ عبد الرحمن، لا ده حق مصر، حقي كمحامي بيفهم في القانون، كقضاء مصري، يهمني قوي شكل القضاء المصري، شكل النيابه المصريه، شكل الشرطه المصريه في نظر الوطن العربي اللي هم محبين. وده في الورق يتم ادراكه بقليل من المنطق، وقليل من الحكمه، وقليل من المذاكره، وقليل من ان احنا نبص في ورقنا، بص في ورقتك. ونقول للمحكمه كده، استاذ عبد الرحمن نقول لها كده، نقول لها احنا جايين متطوعين كلنا عشان يهمنا القضاء، يهمنا حضرتك، يهمنا اسمك واسم القضاء المصري، يهمنا العداله تكون في مصر، يهمنا ما حدش من الوطن العربي يقول علينا. النقطه دي مهمه. المشكله مش في حاجه قد اللي مش عارف يطلع اصلا المشاكل اللي موجوده، لان اي قضيه فيها ثغرات. الشطاره بقى ان المحامين، ما هو بيجيب لك محامي ياخد مش عارف كام للقتله و50 محامي بيجيبهم ليه؟ عشان يعرف يطلع ثغرات. اي قانون بيبقى فيه اي ورق بيبقى فيه حاجات بيتم الشغل بيشتغلوا عليها، كلمه واحده ممكن تغير مسار قضيه كلها. الشطاره هنا بقى ازاي انت محامي بقى، ازاي انت كهيئه دفاع تجيب الموضوع، مش تقول لك اصل مش عارف عنده قريب ومش عارف لواء واصل مش عارف طب يا عم اشتغل ورينا يا عم، ورينا الشغل فين. الورق موجود قدامك اهو، في 1 2 3. ده في حاجات كانت بتتقال في السوشيال ميديا ما اتقالتش في المحكمه اصلا، ما كانوش هيئه الدفاع عارفين يقولوها اصلا. انت عارف حضرتك ان هو كان في البدايه خالص في اول القضيه كان بيطلع يقول الاقوال اللي اتقالت في النيابه لحظه بلحظه. انت عارف حضرتك لما كان بيروح يبعت شاهد ولا بتاع ولا الكلام ده كان بيجيب 100 منصه وعمل قناه عنده على اعتبار يقول احنا عملنا ومصطفى وخدنا الشاهد ووديناه وقال كذا وخدنا فلان ووديناه وقال كذا. انت تعرف حضرتك ان كل يعني احنا كنا شغالين زمان، وحضرتك يمكن فاكر هذا الامر، قبل الورق بتاع القضيه ما يطلع وقبل القضيه ما تتحال كنا شغالين على مين؟ كنا بناخد الكلام من مين؟ هو كان واحد منهم. مشوار نشأت لما كان بيطلع كنا بنقول قال كذا وصرح بكذا واتسأل قال كذا واتعمل كذا والكلام ده كله. فجأة تقول مش هطلع في الإعلام، واحنا نحترم هذا الأمر، واحنا كمان نقول مش هنطلع، وتطلع نصر ونقول خلاص يا جماعة احنا حتى لو طلعنا هنتكلم كلام عادي وعابر خالص ومش هنتكلم في نقطة. اتفضل. في نقطة حضرتك لما رحت الاجتماع ما كانش المفروض ان في اي حاجة إعلامية، تمام؟ عشان برضه النقطة دي مهمة. وانا كنت حضرتك قلت لي ان هم لقيتهم بيعرفوا لك احد الاشخاص اللي كانوا موجودين، حصل هذا هو المستشار الاعلامي لمجموعة جاستس، حصل ولا لا؟ والمتحدث الرسمي المتحدث الرسمي حصل ولا لا؟ حصل. عشان الكذاب والكذاب التاني طالعين يقولوا ان ما حصلش. لا حصل. عشان بس برضو الجمهور يكون عارف. الكذاب قال لما احنا قلنا الكلام ده، قال ان احنا مصدر الاشاعه، وان احنا بنقول ان هو متحدث رسمي وان هو مش متحدث رسمي ولا حاجه. ليه يا حبيبي بتستعر من حاجه حصل قول حصلت مثلا، بس مش او عدي النقطه، لكن بتكتب في حاجه صريحه موجوده. يعني هم لما راحوا كانوا عايزين يسجلوا مع حضرتك وعايزين يصوروا، وحضرتك رفضت ده لان المفروض جلسه نقاش.
وهم ومنعوني انا شخصيا. انت عارف ان انا ما بعرفش في الميديا والتصوير والكلام ده، يمكن ما اعرفش فيه. انا عندي ابن احمد هو اللي بيفهم في الكلام ده يعني. فانا خدته معايا على اعتبار ان لو في اي تصريحات او اي كلام او توقعت هذا الامر يعني انه يصور ان احنا نعمل اي حاجه، فقالوا لا ده ممنوع يا اخوانا. طيب خلاص ممنوع. طب لما ممنوع علينا يبقى انت النهارده ما تصورش انت والراجل المستشار بتاعك وكل الناس تصور، تمام، وتمنعها علينا. خلاص احنا امتنعنا وانت ما نزلتش حاجه من هذا التصوير، زي الفل. ليه بعد ما امشي بحوالي ساعه اتفاجئ ان انت في مكتبك؟ ده اكراه معنوي وجريمه يعاقب عليها القانون، ان انت تاخد تصريح من الحاجه ام ولاء داخل مكتبك وانت عارف ان هي بتهاجم فيها شخص انت على موعد معاه، وشخص المفروض ان هو هينضم لفريق الدفاع بتاعك. ابسط الامور. احترم الزماله يا اخي، احترم ان انا اترفضت. بس بقى اما نيجي نقول انا مجدي الأدوش اترفض وهذا ما لم يحدث، انا اللي اعتذرت، خلي بالك برضو احافظ للراجل ده على شيء من حياء، او احافظ عارف المجامله وجبر الخواطر. خلاص الموضوع انتهى، خلاص ما طلعش اقول ده ما جابش جديد، ده ما عندوش حاجه، ده الكلام ده كله لا، عيب اخلاقيا وادبيا، عيب. وادبيا انت ارتكبت جريمه داخل مكتبك ان انت قلت ما فيش تصريح اعلامي. الست دي لو قالت اي حاجه محسوبه عليك. عارف لو شتمت مجدي 1000 مره انا عذرها، لان انت النهارده فارد سطوتك ونفوذك، وفارد ان انت المحامي بتاعها، وان هي محسنها ان انت لو سبتها هتغرق والكلام ده كله. فتقوم تقول لها قولي ان هو ما ضافش جديد، وقولي ان هو طبعا شيء مؤسف ما يطلعش منه ابدا ابدا، ما يطلعش من اي انسان. انا اسف يعني ان هو يهين انسان سوي. خلينا انا مش هنجمل. حضرتك يا استاذ عبد الرحمن، حضرتك عرضت عليهم كل الوسائل الدعم الممكنه، صح؟ زميل اخر عرض عليهم المستشار فرج فوده، باين اسمه ايه، فوده. الراجل ده انا اشتغلت قضاياه، الراجل ده محترم جدا، وقضاياه بتاعه الطب الشرعي او تقريره في الطب الشرعي محترمه ومؤسسه جدا، تمام. المستشار فريد نصر استاذنا وعمنا اللي احنا كنا بنقف قدامه وعارفين ان احنا هناخد حقنا، والراجل ده قانوني بحت في بداياتنا، لانه كان رئيس محكمه جنايات. الناس دي رحنا، معلش انا اسف في اللفظ، مجدي يجي ايه جنب المستشار فريد نصر يعني؟ مجدي الأدوش يجي ايه جنب المستشار فريد نصر يعني؟ اذا كان يعرف جزء كده، فالمستشار فريد ياما طلع احكام، وياما حكم على الناس بالاعدام، وياما عد القيد ووصف، وياما 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 وياما. مجدي هيجي جنبه ايه؟ مجدي اذا كان بيجي له 3-4 قضايا في السنه فيهم تقارير طبيه، فانت عندك كل يوم كان الدكتور فوده كان بيطلع بال100 تقرير كل شهر. لما يجي لك ده على طبق من فضه ترفضه؟ لا. ما هو بقى وتستفيد مننا وتستفيد من لقاءاتنا، ده حرام عليك. عايز اقول لحضرتك حاجه. في مره يعني كنت بتكلم مع المستشار نشأت، فيعني اقترحت بعض الاقتراحات وانتقدت بعض الكلام، وبعد كده قلت له انا اتكلمت في حلقه، قلت له انا مش يعني انا بشوف حاجه غلط انا هطلع اقولها. يعني انا بقول لك هنا وبنصح، ومفيش توجه. خلاص الراي العام ليه حق علينا ان هو يعرف، خصوصا ان دي قضيه راي عام، خصوصا ان الناس لازم يكون عارفه كل حاجه. مش حاجه اسمها ان زي ما احنا قلنا اتفضلوا دلوقتي بعد كده وشكوا فاكلوا الحيط. يعني ما فيش حاجه اسمها كده. فانا بتكلم معاه بعدها بيقول لي، فبرن عليه بقول له مستشار وكده، قال لي مين معايا؟ مين معاك ايه؟ تجاهل. لا وانا بكلمه بيقول لي مين معايا، وفي نفس الوقت قبلها بيوم هو بيبعت لي اصلا على الواتساب، بيبعت لي لما بيكون في حاجه عايزه ان هي تتنشر بيبعتها لي. معاك عبد الرحمن الصافي. قال لي عبد الرحمن الصافي مين؟ قلت له عبد الرحمن الصافي مذيع مصر. قال لي اهلا وسهلا. يعني كانوا مره عرفتي، كانوا يعني طب يعني سيبك من كل ده. انت ايه اللي زعلك في كده؟ ايه اللي زعلك في ان انا مثلا عملت حلقه بنتقد فيها شغلك؟ قلت كل الاحترام لشخصك وبننتقد شغلك، ايه اللي يزعلك في كده؟ بعدها بتقول لي طب انا يعني لما تقول لي ما تعرفيش ان انا هزعل؟ طب ما انا اتكلمت معاه بعدها قلت له انا يا عبد الرحمن
وقلت له في نفس الوقت يا استاذ نشأت انا باكد عليك، انا مع اي حاجه فيها حق الدكتور ولاء، انا مش على خلاف شخصي معاك، احنا عايزين مصلحه القضيه. وقلت له عرضت عليه تاني، قلت له لو حضرتك عايز نساعد باي حاجه انا بعرض على حضرتك مره تانيه اهو، بقول لحضرتك اللي احنا هنقدر عليه، ولو عايز نجيب لك 1 2 3. قال لي مش عارف. طب رحت مكلمه في قصه الطبيب الشرعي، التقرير. قال لي طب التقرير هيكون مش عارف مختوم، ولا مش عارف هيكون من جامعه، ولا مش عارف هيكون مش عارف من ايه. قلت له الراجل هيساعد وشوف. قال لي لا شوفه لي انت. قلت له حاضر مش مشكله يا جماعه عشان حق الدكتور ولا ايه. رحت كلمت الدكتور قلت له هيبقى، ورحت ردت على المستشار ما ردش عليا اصلا. فيا جماعه يعني مش عارف التعامل. ما هو لما حد بيلاقي حد مستشار بيلاقي حد ان هو فاهمه، مش ماسك له طبله بقى على الفاضي والمليان. فلازم ان هو لازم الكلام يكون كده، ولازم ان ايه اللي يكون متصدرين المشهد والمستشارين الاعلاميين يكونوا هم اللي ماشيين في الطريقه اللي احنا شايفينها، وفي الاخر مش محدش هيستفاد من اي حاجه من اللي بتحصل. عارف مين الطبيب الشرعي يا استاذ عبد الرحمن؟ ايه؟ عارف مين الطبيب الشرعي؟ بنته. ايوه ما انا عارف. ما هو يعني هي قضيه عائليه يعني ممنوع حد. ما هو قال لي في التليفون. ايوه ما انا قلت الكلام ده قبل كده. عارف لما يكون عندك عماره ومش عايز تدخل فيها واحد غريب؟ هي قلت له قضيه عائليه يعني. انا كلمت قال لي انا عندي اطباء شرعيين في المكتب، وعندي بنتي طبيبه شرعيه. قلت له تمام. قال لي وهعمل تقرير مش عارف هدفع فيه 40,000 او كذا. مش عارف كان هيدي 40,000 لبنته ولا هيديها لحد تاني بنته ما اعرفش، الله اعلم يعني. انت تعرف ان هم يعني المتطوعين دول برضو القضايا بيجي لها دعم الف سلام عليك، الف سلام عليك. انت تعرف ان القضايا دي يعني مش عايز الواحد يتكلم، يعني بيجي لهم دعم وقصص، وفي ناس بتبدي استعداد للدعم والكلام ده كله. في حاجات ما ينفعش. وخلي بالك فين، انا عايز اعرف فين اخوات الدكتور ولاء. هو في ناس ما عملوش توكيل من اخوات الدكتور ولاء على فكره. في ناس ايه؟ ما عملوش توكيلات لحد من اخوات الدكتور ولاء يعني. وفي اخت للدكتور ولاء كان هو بيقول لي بدل ما الحاجه تعمل لك انت توكيل هخلي اخت الدكتور ولاء هي اللي تعمل لك توكيل. ما اعتقد مش عارف اسمها ناديه ولا ايه، لان والد الدكتور ولاء كان متزوج اثنين. ففي ناس ما عملتش توكيلات وفي ناس ما عملت. هل هو بقى اوهمهم ان لازم يكون اسمهم في اعلام الوراثه عشان كده يعملوا توكيلات يعني؟ لا اسف. يونس يضيع، تاخدوا رماء، تخش وريثه معاكم وتقرفكم. تورث. ما ده اللي احنا قلناه من بدري، هتورث معاه، هتاخد الولد وهتورث. ترفع عليهم نفقه. ايه رايك؟ ترفع عليهم نفقه. الحاجه امال انا اعرف انها كانت في التربيه والتعليم تقريبا، فلها معاش، من حق رماء ترفع نفقه ليونس، ومن حقها ترفع على اخواته نفقه. يلا يا عم كل الكلام ده. فهل ده انا برضو نفسي اعرف ليه انت ضد الراي العام اللي في ظهرك؟ ليه انت ضد الناس؟ ليه انت؟ طب املك ادواتك وخلينا نقول لك الله، وبعد كده اعملها واحنا معاك وداعمين ليك. وعلى فكره والله ما نتمنى اي غلط في هذه القضيه، على فكره والله نتمنى له التوفيق، ونتمنى الفريق دفاعه التوفيق اذا كنا هنسميه فريق دفاع. نتمنى والله، بس اطلع طمن الناس. انت ما تطمناش، احنا على قد ما احنا بنقدر ادينا بنساعد معاك. وانا عارف فيديوهاتي بينزلوها وبيتفرجوا عليها، وانا هناك كانوا مشغلينها، كان المحامي اللي جنبي مشغلها وناقشوني في الفيديوهات وقالوا لي كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص خد يا عم اللي انت عايزه، بس المهم ادي احنا ساعدنا. بس اللي انت بتعمله اولا اخلاقيا مش صح، اعلاميا مش صح، احتراما للناس والرأي العام مش صح، احتراما لزملائك ومقابلتك ليهم مش صح. ده مش انا بس، ده ناس كتير على المنصات وحضرتك عارف هذا الامر. ناس جابت لك تقرير طب شرعي من ناس اساتذه، وناس كانوا رؤساء مصالح الطب الشرعي، ناس جابت لك دكاترة في جامعات، ناس جابت لك مستشارين كانوا رؤساء محاكم وبيقعدوا على المنصات، وناس انت مش عايز. طب ده حقك؟ مش غلط. لا مش حق. الغلط مش عيب
يعني دايما حتى لما حد يخطئ ده مش عيب خالص ان حد، ودايما اخطاء كتير بيتم تداركها. الخطأ ان انت تكابر في الخطأ، وان انت تفضل مكمل في الخطأ، وانت تخلي الخطأ ده بالعافية عايز تخليه ان هو الصح. يعني عايزين نعرف منك يا مستشار، يعني الجلسة اللي جاية يوم 18 بيتكلم تقريبا 10 ايام او اقل من 10 ايام، وهيكون الجلسة تكون موجودة. المتوقع ايه في الجلسة؟ ويعني هتحضر تدعم الأسرة ولا ايه الوضع بس؟ انا حضور لحد دلوقتي لا، انا مش هحضر، مش عشان اي حاجة حتى لا يفسر حضوري. اصل انا مش راجل اعلامي، يعني ممكن استاذ عبد الرحمن يحضر عادي خالص، مش مشكلة، ده شغله. اما انا عشان احضر ويفسر او يقول او هيبقى شكلي مش حلو، فانا مش هحضر خالص يعني، خلاص. انما انا عامل خلال اليومين الجايين دول، خلي بالك في حلقتين انا محامي المتهمين فيهم، خلي بالك، يعني انا عامل حلقتين ان انا محامي المتهمين، واخد دور يعني الطرف الاخر اللي المحامين هيقولوه فانت جايبه عشان يستفيدوا. ان انا لو محامي بتاع متهمين من خلال قرايتي وقراءة القضية ممكن ادفع لك بايه، ممكن اقول ايه عشان اقدر احصل على البراءة او حكم مخفف لناسي. انا عامل ده عشان ما حدش يقول له انتوا عمالين والمحامين التانيين ساكتين وبتاع، الساكتين مرتاحين 24 قيراط مش شايفين حاجة يعني جديدة يعني، خلاص. اللي هم محامين المتهمين مش شايفين حاجة فيكتيم، يعني حاجة حيوية، يعني حاجة مؤثرة يعني عشان يبدأوا هم، فهم سايبين اللي يقول يعني. فأنا عامل حلقتين برضو عشان أنا نبهتهم الفيديو اللي فات في الجزئية ان ممكن الرسائل بتاعة الدكتور ولاء سواء لاخته او للناس من الساعة 12 للساعة 1 35 دقيقة ممكن المحامي يستغلها ازاي. يقول لك ما هو قاعد اهو زي الفل وقاعد بيلعب جيمز ولا بيبعت رسائل، يبقى ما فيش ضغط، ما فيش اكراه، ما فيش الكلام ده كله، اهو قاعد بحريته وقاعد برضو انا هقول هذا الكلام. الجزئيه اللي حضرتك كنت بتسالني فيها حاليا ان انا هروح الجلسه، لا مش هروح الجلسه، ان عشان شكلي وعشان ما يفهمش. المتوقع خلال الجلسه دي هو كتير بيقول ان المحكمه هتفصل، انا بقول لا، المحكمه مش هتفصل، المحكمه هتاجل، لان بعد خد بالك الشهود اللي المحكمه هي اللي طالباهم مش المحامي المتهمين ولا محامي الدفاع، تمام. الاجراءات ايه اللي ممكن ياخدوها انا ممكن اقولها. محامين الدكتور ولاء زايد يكتب طلباته في ورقه، يعرف انه الشهود جايه، اول ما يتندى على الرول يقدم الورقه ويثبتها في محضر الجلسه. انا عايز اسال الشهود لانه هو ما سالهمش، وطالما انت ما سالتش يبقى ده مش بناء على طلبك، يبقى مش من حقك تناقشهم. يعني المحكمه لو سمحت لك بسؤال او اتنين اهلا وسهلا، انما انت ما طلبتهمش، على اذنك انت على جنب. محامين القتله هم اللي طلبوه، بالظبط. والمحكمه هي اللي طالباهم، يعني المحكمه طالبه جزء طالبه الجزء الكبير، ومحامين القتله طالبين ناس منهم اللي هم محمد عماد يعني. فانت مش من حقك لانك انت كان قدامك الساحه. وخلي بال حضرتك جزئيه عشان بس الناس تبقى فاهمه ان احنا ما بنتجناش على حد. ترتيب الدفاع او ترتيب الجلسه بيطلع يتنده على الرول، بيقول يا فندم سكرتير الجلسه بيقرا امر الاحاله، النيابه بتترافع او بتقول بنضم او عايزه تطبيق مواد الاتهام الوارده بامر الاحاله. بعد كده بيجي الدور على محامين المدعي بالحق المدني او المجني عليهم. خلاص، قول كل اللي عندك، كل ما يعن ليك اكتبه في ورقه، اكتبه في مذكره، قول اللي انت عايزه. خلاص، لما مذكره تحتوي على الثلاث اسباب طول تعديل الدعوه المدنيه وسبب وفاه الدكتور ولاء، وان الدكتور ولاء هدومه اتغيرت 3 مرات، لا انا اسف، يبقى انت كده ما عملتش حاجه. لما يجي الدور على المتهمين او على محامين المتهمين يا استاذ عبد الرحمن، لازم تكون محامين المجني عليهم خلصت كلامهم. انما انت النهارده تيجي تضلل الدنيا ولا تستطيع اقامه الدليل على ان هدومه اتغيرت 3 مرات. طب انت النهارده لو قلت النهارده ان تم اسقاطه متوفي بدليل انه ما نزفش، هتقول لك يا استاذ مش انت لسه قايل دلوقتي ان الهدوم اتغيرت 3 مرات؟ ما يمكن الدم والنزيف اللي انت عايزه ده موجود في الهدوم اللي اتغيرت. طب الهدوم فين يا ريس؟ المتهمين خدوه، تم العبث بادله القضيه. مش انت لسه قايل اتغيرت 3 مرات؟ ما يمكن اللي انت عايزه ده كان في الهدوم. يبقى انا كده قفلت عليا باب ان هو تم القائه ايه؟ متوفي.
تمام. النهارده فين؟ ليه النهارده ما تطلبش خلال الاسبوع ده تفريغ كل التليفونات لكل المتهمين ونجيبها من القرية الذكية؟ ليه النهارده ما تنتدبش خبير يفتح موبايل الدكتور ولاء زايد؟ ليه؟ ما هو موجود ومتحرز والنيابه محرزاه وقالت الكلام ده ان انا ما عرفتش الباسورد فيتم تحريزه. ليه موبايلات القتله كلهم اللي كانوا موجودين ما يكونش حد صور؟ لان كانت بتقول صوريني. انت تعرف يا استاذ عبد الرحمن الجزئيه الخطيره في الموضوع ده، موبايلات القتله ظلوا مع القتله من الساعه كام للساعه كام؟ كانت موجوده، صح، فضلت موجوده. عارف من الساعه كام للساعه كام يا استاذ عبد الرحمن؟ من الساعه 3:30 لما اتقبض عليهم في بيت حمدي، او 4:15، لان البواب قال ان انا بعد ما وديت الدكتور ولاء للمستشفى قالوا لي هات البطاقه، رجعت اجيب البطاقه، يبقى المسافه ما بين العماره لحد المستشفى رايح جاي. خلاص راح يجيب البطاقه، لقى ضابط المباحث خده وراح دله على بيت حمدي، لقى كل العصابه هناك بما فيهم محمد عصام. خدهم من الساعه 3:30 بيخططوا بالظبط، من الساعه 3:30 4:15. خلاص تمام. خد بقى المفاجاه الفظيعه بقى، الحاجه اللي لو اتقالت للمحكمه، المحكمه يعني مش عايز اقول لك ممكن تعمل ايه. خلاص محضر جمع الاستدلالات مين اللي عمله يا استاذ عبد الرحمن؟ اللي راح النيابه عشان تحقق مين؟ ضابط ملازم اول اسمه احمد عماد بتاع الورديه الراكبه. عارف الملازم اول اللي بقاله سنه متخرج، اللي بيمشي يتفقد حاله الراي الامن العام ده بعربيه وسرينه، هو اللي عامل محضر جمع الاستدلالات. عامله الساعه كام؟ الساعه 4:30. 4:30 بعد الواقعه بساعه ونص. يوم كام؟ 26/9. راح النيابه الساعه كام؟ تاني يوم الساعه 2 الظهر. المتهمين في الاسم من امتى؟ من الساعه 3:30 4:15 لحد امتى؟ لحد تاني يوم الساعه 2 بالليل. الموبايلات اتاخدت امتى؟ الساعه 12 بالليل 11:55 دقيقه. ينفع؟ مين اللي اداهم يعملوا كل حاجه؟ طبعا اكتر من 10 ساعات يا استاذ عبد الرحمن. ما تعد كده من 3:30. مش مهاب في اقواله كان بيقول ان هو راح قابل ايوه راح قابله والساعه 5 المغرب وراح قابله عند المستشفى وقال له ده احنا لسه بنفرد الاكل اللي سمعنا صوت الهبل. النهارده كل ده طلع بلح. اقوال الشهود دي يا محامي المجني عليه ملهاش اي تاثير عندك؟ ملهاش خالص. انا متوقع الجلسه الجايه هتتاجل، وصعب قوي على المحكمه تسمع شهود، تسمع طب شرعي، تسمع مناقشه، تسمع مرافعه النيابه، وتبدا كمان تقول لهم افصلوا في القضيه. ولازم تنبيه يا اساتذه، قولوا للمحكمه حدد لنا ميعاد او وقت، حدد لنا وقت وحدد للمتهمين وقت، عشان من خلال الوقت اقدر اقسم دفاعي على حسب الوقت. وده جائز للمحكمه على فكره. ممكن المحكمه تقول انتوا لكم ساعه والمتهمين ساعتين، حقهم. ممكن تقول انتوا لكم نص ساعه والمتهمين 3 سااعات، حقهم. الجلسه الجايه هتتاجل واحنا متابعين، وهنتكلم في حاجات كتير جدا برضو ان شاء الله مع حضرتك في مره ثانيه عن المصير بتاع القضيه. وانا الحقيقه دايما ما بحبش ان انا نتكلم وخلاص. مش هنطلع نتكلم كل يوم، مش هنطلع نتكلم عشان حد يزايد علينا. احنا بنطلع نتكلم عشان الراي العام، عشان الناس المحترمه اللي وقفت مع القضيه من اول يوم، الناس المحترمه اللي موجوعه لحد دلوقتي، الناس المحترمه اللي لسه لحد امبارح واول امبارح ناس بتكلمني وبتروح اللي عايزه تروح لبيت الدكتور ولاء زايد وتعزي الناس، وناس من بره مصر جايه مخصوص عشان تروح، ومستعدين ان هم يدعموا بكل حاجه. عشان كده احنا موجودين في القضيه. وماذا بينك وبين الله يا دكتور ولاء عشان نجتمع على حب الراجل ده. اقسم بالله يعني اشتغلنا في قضايا كتير ما شفتش حب زي حب الراجل ده. ربنا يرحمه، ربنا يغفر له ان شاء الله ويجعل كل مر. انا اسف طولت عليك وطولت على جمهورك الكريم، ومتشكر جدا للاستضافه الجميله،
متشرف. ومتشكر لقاء يعني لكل متابعين. تأخر ولكن ان انا اكون اتأخر وكل شيء، لكن كل شيء بميعاد. الحمد لله رب العالمين. شرف لينا نكون على منصة أستاذ عبد الرحمن ومع جمهور الكريم، وأنا بشكرك جدا يا أستاذ عبد الرحمن، ويا ريت ما نكونش ضيوف تقال على منصتك الكريمة يعني. اتشرفنا بحضرتك المستشار مجدي الأدوش، كنت موجود معانا عن قضية الدكتور ولاء زايد. مستمرين في حديثنا، شاكرين جدا لحضرتك. مع السلامة. الحقيقة في كل مرة بنقول إن القضية دي استهلكتنا، ولكن كله عشان خاطركم، وعشان دايما الرسائل اللي بتجيلكم والناس اللي عايزة تطمن، وعشان كمان الراجل ده سبحان الله ربنا يرحمك يا دكتور ولاء. والله في ناس كده بتحبها من غير سبب، بتحبها من غير ما تعرفها، بتحبها من غير ما تكون عارف يعني احنا ليه كلنا مجمعين على حب الراجل ده وزعلانين بالطريقة دي. فربنا يرحمك يا دكتور ولاء، وربنا يجيب حقك بإذن الله عاجلا غير آجل. وإن شاء الله الجلسة اللي جاية هتكون يوم 18، وفي الأغلب زي ما المستشار مجدي قال مش هيكون فيها نطق بالحكم، هيكون فيها شهادة الشهود. فيا رب اللي جاي يكون في صالح الدكتور ولاء وحق الدكتور ولاء، ويا رب أي حد مقصر ياخد باله وتكون الرسالة وصلت. والأهم إن احنا نبعد أي خلافات شخصية جانبا لمصلحة القضية. ده لو احنا فعلا بندور على مصلحة الراجل اللي اتقتل غدر، مش على مصالح شخصية. دي كانت حلقتنا النهاردة، وده كان كلامنا النهاردة. لو انت اتفرجت للآخر فأنا بشكرك. عايز اقول لك أنا بحبك جدا وبس. سلام عليكم.